اللي صار اليوم هو دخول ناس غريبة على الكلية، ماهيش طلبة أصلا، تدخل اليوم الكلية وتقتحم الكلية وتمنع الطلبة يعني من الدخول إلى قاعات الدرس، على الرغم من أنه في الأسبوع هذا هو أسبوع متاع اجتياز تاع امتحانات. اللي صار اليوم يعني يذكرنا بعملية تاع غزو، وكأن الكلية كلية كافرة. بالتالي طرحت الناس هذه مارست الارهاب على الطلاب، مارس عليهم اعتى انواع يعني الترهيب اللي صار اليوم في الكليه، ثم يتوجهوا للاداره هنا ويعتصموا ونشوفوا يعني هنا ناس جايبه مؤونه نتاع عام، مش نتاع معناها ناس هذه ماهيش طارحه اصلا نقاش وماهيش طارحه اصلا المشكله تتحل. الناس هذه جاي تعمل في بروباغندا لا اكثر لا اقل، ولا ينتميوا للمؤسسه. الناس هذه ما تنتميش للمؤسسه، ناس كبيره عمره 60 سنه و40 سنه و30 سنه، شنو علاقته بالجامعه؟ وتجي حتى ناس تكلموا تقول له وين يا الزميله هذه نتاع المتنقبه، يقول لك هذيك حرمه، انا جاي ندافع على حرمتي. كي انت تدافع على حرمتك قبل ايش اقرا انت في بلاصتها، خليها الحرمه في الدار وايش اقرا انت في بلاصتها. معناها الناس هذه ماهيش ترى حتى شيء، حتى النقاش اتحاد الطلبه قالوا كفار، المجلس العلمي قالوا كفار، الكليه كافره، اداره كافره، ما مش طرحين اصلا نقاش. هذا هو اللي صار، واحنا موقفنا الاتحاد العام لطلبه تونس، احنا ضد تواجد ناس غريبه على الكليه تقتحم الكليه وترهب الطلبه وترهب الاساتذه وترهب الاداريين. بحاله النقاب هي حاله واحده، طالبه واحده، هذا هو.